بأجواء فرائحية عكستها ابتسامات الأطفال وسعادة أولياء الأمور ممزوجة بالفن والتراث والموروث، احتفالا بالعطاء والتميز والنجاح، وبحضور مدير مكتب التربية والتعليم بمديرية خنفر الأستاذ محمود سبعة، وكوادر تربوية ومعلمين وشخصيات اجتماعية وآباء وأمهات الطلاب والطالبات. احتفلت روضة براعم الغد بجعار بمديرية خنفر بتخرج الدفعة العاشرة من طلابها الأوائل والمتفوقين، بينهم 20 يتيم ومن ذوي الاحتياجات الخاصة. وأكدت مديرة الروضة الأستاذة والمربية الفاضلة روزا جامع إن الروضة ومنذ تأسيسها قبل 10 سنوات تدعم التعليم المجاني للأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والأشد فقرا. شددت بإعطاء الأيتام مجال للتعليم المجاني في هذه الروضة، حيث بلغ كل عام لدينا الأيتام مجانية التعليم من 20 إلى 15 يتيم، وأيضا ذوي الهمم وكذلك الأسر الأشد فقرا في مجتمعنا يتيح لهم التعلم مجاني في روضة براعم الغد. تخلل الحفل الذي بدأ بأين من ذكر الحكيم، أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم، ومواعظ وحكم وأشعار وأناشيد وطنية وأغنيات وأناشيد عن المرأة والأم والروضة، ورقصات من التراث الشعبي نالت استحسان الجميع. الحفل ممتاز وجميل. اليوم مسعدنا وسررنا يعني بتخرج الدفعة العاشرة من روضة براعم الغد المشرقة الذي أقامتها الروضة يعني بقيادة الأم الفاضلة روزا جامع، التي نكن لها كل الاحترام والتقدير على ما بذلت من جهود كبيرة في تعليم أبنائنا وفي ذات أكبرنا في محافظة أبين. معرض الحرف الشعبية أضاف نفحات جميلة للاحتفال بنجاح الصغار، أعاد بزائره إلى زمن الماضي الجميل لاحتوائه على أشياء عتيقة من الفن والتراث والموروث الشعبي. واختتم الحفل بتكريم معلمات الروضة الذين حققوا نجاحات ملموسة في رفع المستوى العلمي للطلاب، وأسدل ستار الحفل وسط سعادة غامرة لكافة الحاضرين ورقصات للأطفال. تمنى الكبار أن تعود بهم الأيام إلى أيام السلام والسعادة. لقناة عدن الفضائية، ردفان عمر، محافظة أبين.